الحكاية بتبدأ بجريتا، بنت أمريكية سافرت لأعماق الريف الإنجليزي مش عشان سياحة أو استجمام، لأ، جاية علشان تشتغل مربية أطفال في قصر قديم لعيلة اسمها هيلشر. ولما وصلت القصر وقفت ثانية قبل ما تدخل. المبنى كان كبير ومهيب وعليه طابع إنجليزي أصيل، وحست إنها دخلت فيلم تاريخي مش مجرد بيت. دخلت وخلعت جزمتها عند الباب وبدأت تنادي، بس محدش رد عليها، وفضلت تمشي من أوضة لأوضة والسكون بيلف في المكان. ولما وصلت أوضة الأطفال مسكت إحدى اللعب وبدأت تلعب بيها، وفي اللحظة دي طلع عليها مالكم البقال اللي بيجيب طلبات البيت كل أسبوع. والراجل اعتذر عن دخوله المفاجئ وعرفها بنفسه، وبعد شوية اتعرفوا على بعض وراحوا المطبخ يحطوا الطلبات. وفي المطبخ مالكم حاول يفتح كلام مع جريتا وقال لها إنه بيقرا اللبان وإنه ممكن يعرف منها ليه جاية هنا. وغريتا ضحكت وناولته اللبانة، ومالكم بص فيها وقال بهدوء: انت جاية هنا عشان هربانة من حد بيطاردك. فجريتا اتجمدت في مكانها وخطفت اللبانة من ايده ورمتها في الزبالة. في نفس اللحظة دخلت السيدة هيلشر وسألت جريتا عن جزمتها، وراحوا الباب يجيبوها لقوا الجزمة مش في مكانها. فهيلشر قالت لها بهدوء: معلش، أحياناً برامز بيخبي الحاجات. وهنا لأول مرة اتذكر برامز. وراحوا الأوضة اللي هو فيها لقوا السيد هيلشر قاعد على ركبته بيكلم كرسي، وعلى الكرسي كان فيه دمية بحجم طفل وشكلها مريب وعيونها فارغة. وجريتا وقفت وبصت وفضلت تلف بعينيها تدور على الطفل الحقيقي، لكن ما لقيتش حد. برمز هو الدمية. ومالكم دخل وسلم على الدمية بكل برود وقال له: دي المربية الجديدة بتاعتك، أتمنى تحبها. فجريتا حست إنها في مقلب، بس كتمت ضحكتها وقررت تعدي الليلة. والسيدة هيلشر أخدت جريتا في جولة في البيت وقالت لها إن هي وجوزها هيسافروا فترة ويسيبوا برمز في عهدتها. وبدأت تشرح لها الروتين اليومي: تصحيه كل يوم وتغير هدومه وتاخده على السفرة يفطر، وتحكي له قصص وتسمعه موسيقى كل يوم لأنه رومانسي شوية، وبالليل تلبسه البيجامة وتنيمه في سريره، وقبل النوم لازم تبوسه. فجريتا كانت بتسمع وهي بتاخدها على قد عقلها. وبعدين شافتهم قاعدين مع برمز على الأرض وبيكلموه ويدعوا له. والسيد هيلشر لما شاف جريتا قام بسرعة وقفل الباب في وشها وقال: معلش، عايزين نبقى لوحدنا. ولما خلصوا السيدة هيلشر خرجت وقالت لجريتا: برمز وافق إنك تبقي مربيته. وبالليل جريتا اتصلت بأختها ساندي وحكت لها الموقف. فساندي ضحكت وقالت لها: وإيه يعني، مش هيدفعوا كويس؟ خليكي. وبعدين قالت لها إن قال الإكس بتاعها بيسأل عليها وعايز يعرف مكانها. فجريتا قالت بحدة: ما تعرفوش فين أنا. وتاني يوم جريتا صحت على صوت هيلشر وهي بتزعق على برمز علشان كركب الأوضة. وجريتا وقفت مذهولة لأن الأوضة فعلا كانت متبهدلة، مع إن الدمية ما بتحركش حاجة. والسيد هيلشر ناول جريتا ورقة فيها طلبات برمز وقال لها: اعملي كل حاجة مكتوبة. وقال: احنا دلعناه زيادة عن اللزوم، لو عملتيه كويس هو هيبقى كويس معاكي، بس لو عملتيه وحش. وسكت. وبعدين ادى برمز لجريتا، ومامته حضنته وهي بتعيط، والاتنين مشوا وسابوا جريتا لوحدها في القصر الكبير مع الدمية. وجريتا اخدت برمز وحطته على الكنبه وغطت وشه وقالت بسخريه: جت هنيله اللي عايزه خلف. وراحت قعدت في اوضه تانية وشربت لحد ما نامت. ولما صحيت وعدت على اوضه برمز لقت الغطا واقع على الارض. فجريتا اخدت برمز بنرفزه وحطته في اوضته على الكرسي. وبعد شويه صحيت على صوت ترزيع وخبط، وخرجت تتحرك في البيت لحد ما وصلت للتابلو اللي فيه صورة عيلة هيلشر. وفجأة برمز طلع من الصورة وخنقها من رقبتها، وصحيت وقتها وطلع كان كابوس. وراحت تتأكد من برمز في أوضته، ولما دخلت لقت الدموع بتنزل من عينيه، فقربت وهي مرعوبة. وبعدين اكتشفت إنها مية بتنقط من السقف. وتاني يوم مالكم وصل بالطلبات الأسبوعية وبالمرتب. فجريتا استغلت الفرصة وطلبت منه يحكي لها على البرمز الحقيقي. ومالكم أخدها على المقابر وقال لها: برمز كان عنده 8 سنين، وليلة عيد ميلاده حصل حريق ومات محروق. وقال لها إن الدمية ظهرت بعدها، وأهله من ساعتها بيتعاملوا معاها كأنه هو. ومالكم عرض على جريتا يخرجوا يتعشوا بره وقال لها: أنا مش هقول لحد إنك خرجتي. وجريتا رضيت وراحت تجهز فستانها وتاخد شاور. ولما طلعت من الشاور لقت الفستان والسلسلة اختفوا، فدورت عليهم ولقت سلم نازل من فتحة في السقف. وطلعت السلم ودخلت صندارة في الباب اتقفل وراها. وشافت مالكم من الشباك وفضلت تصرخ وتحاول تكسر الإزاز، بس ما عرفتش. ومالكم شافها بس ظن إنها مش عايزة تخرج ومشى. وجريتا اتكعبلت في الضلمة ووقعت على دماغها وأغمى عليها. والصبح فاقت في الصندارة ولقت ألبوم صورة عيلة هيلشر، فقعدت
وقعدت تتفرج عليه. وفجأة الباب اتفتح لوحده ونزلت لأوضتها ولقيتها متبهدلة وكل هدومها مرمية على الأرض. ومالكم وصل وحكت له كل اللي حصل، وأثناء كلامهم السلم اترفع لوحده ودخل في الصندرة والباب اتقفل. وبرغم كل ده مالكم حاول يقول لها ممكن كل ده يكون أحلام، بس جريتا بدأت تحكي له عن نفسها وعن كل اللي كانت مرتبطة بيه وكان بيخونها ويختفي ويرجع، وعن الجنين اللي مات لها. وقالت لمالكم أنا اختارني في الشغل ده من وسط ناس كتير ومش هتخلى عنهم بسهولة. وبالليل جريتا شافت في المراية ظل بيتحرك وراها، فراحت أوضة برامز لقيته تلف ناحيتها وبصلها نظرة مرعبة، بس صحي تاني وطلع كابوس. لكن لما راحت أوضته تتأكد لقت جنبه ورقة فيها طلبات مكتوبة بخط إيد. وجريتا جريت على أوضتها وقفلت الباب بالمفتاح، والتليفون رن فردت ولقت برامز بيقول افتحي باب الأوضة وتعالي العبي معايا بدل ما أنا اللي آجي. فجريتا صرخت زي المجنونة والباب بدأ يخبط، وبرامز قال لها ليه ما بتسمعيش كلامي؟ خليكي كويسة معايا عشان أبقى كويس معاكي. والصبح جريتا فتحت الباب لقت صينية فيها أكل برامز هو اللي عمله، فضحكت وعيطت في نفس الوقت وكلمت مالكم وقالت له برامز حقيقي يا مالكم وعايز زينا. ومن ساعتها بدأت تنفذ كل طلباته بجدية تامة، قرت له كتاب وسمعته موسيقى وغيرت له هدومه، وفي الآخر نيمته وادت له بوسة. وعشان تثبت لمالكم إن الدمية بتتحرك رسمت حواليه بالطباشير وخرجوا ورجعوا، بس لقوه في مكانه. وبعد كده هددته إنها هتمشي وتسيبه، فخرجوا ورجعوا لقوه اتحرك. ومالكم بص بعينه وصدق وقال جايز تكون روح محبوسة جواه، بس في كل الأحوال الدمية دي خطر وانت لازم تمشي. فجريتا قالت له لا مش همشي. فمالكم قرر يحكي لها الحقيقة كلها، وقال لها لما برامز كان عنده 8 سنين كانت في بنت اسمها إيميلي جارتهم كانت بتلعب معاه وما رجعتش البيت، ولما أهلها دوروا عليها لقوها مقتولة ودماغها مقسومة. في نفس الليلة دي البيت اتحرق وبرامز مات، وقال لها إن كل الشكوك كانت حواليه إن هو اللي قتل إيميلي. فجريتا اترعبت بس قالت برامز مستحيل يعمل حاجة، هو بيحبني. وفي الألبوم شافت إيميلي متصورة مع برامز في أكتر من صورة وما كملتش. وفي يوم كده جريتا سمعت صوت حد بيلعب بالبلياردو، فدخلت الأوضة لقت كل واقف قدامها وقال لها أنا جيت أصالحك واخدك معايا نرجع أمريكا، بس هي رفضت وقالت له مش هينفع أمشي وأسيب الطفل. فهو بص على برامز وضحك باستهزاء ولا أنت بتتلككي. ومالكم دخل وحصل توتر، وجريتا أخدت مالكم على جنب وقالت أنا مش هروح معاه، هخليه يمشي بس امشي أنت دلوقتي. فمالكم خرج بس فضل في العربية جنب البيت خايف يسيب جريتا لوحدها مع كول. وبالليل جريتا نامت جنب برامز وهمست له كول عايزني أمشي وأنا مش عايزة أسيبك، ممكن تساعدني وتخليه يمشي من هنا؟ وبالليل كول صحي مفزوع ولقى دم بيقع على وشه ومكتوب بالدم على الحيطة اطلع بره، ولقى شنطة هدومه مليانة فران وحشرات ميتة. واتهم غريتا واتهم مالكم وهم بيتخانقوا لقوا برامز قاعد قدامهم. كول أخد الدمية وهو متعصب وراح رازع الدمية على الأرض كسرها 100 حتة. في اللحظة دي الحيطان بدأت تخبط والأرضية بتتهز، ومالكم قرب من المراية فالإزاز اتكسر وخرج منه برامز مش دمية، إنسان حقيقي شاب بالغ على وشه قناع شبه الدمية، وهجم على كل أول واحد وفضل يضربه لحد ما كسر جمجمته. وبعدين راح على مالكم، بس هما الاتنين جريوا واستخبوا في أوضة. وجريتا لقت إن برامز جايب دمية ملبسة فستانها اللي اتسرق، ولقت جواب من السيدة هيلشر مكتوب فيها إحنا مش هنرجع تاني وهنسيب لك جريتا تعيش معاك عشان شكلها عجباك. فالصدمة كانت تامة، وجريتا كانت فاكرة إن برامز طفل مات محروق ومش عارفة إن أهله خبوه كل السنين دي لإنه مجرم وقاتل. وبيدخل عليهم برامز فبيجروا لحد القبر، ومالكم قال لجريتا حاولي تفتحي الباب وأنا هبعده، بس برامز مسك مالكم وضربه على دماغه كذا ضربة. وجريتا فتحت الباب وطلعت تجري، وبرامز نادى عليها لو ما رجعتيش هقتل مالكم. فوقفت ورجعت وسحبت مفك في جيبها ودخلت تدور عليه، ولما لقيته قالت له بهدوء أنا وعدتك إني مش هسيبك، يلا نروح اوضتك تنام. فبرامز سمع كلامها وراح معاها كأنه فعلا طفل، وقال لها بوسيني البوسة بتاعتي. فقربت منه وطعنته بالمفك في صدره، فبرامز زقها بكل قوته ومسك رقبتها وهو رافعها. وجريتا سحبت الملف وطعنته تاني وتالت لحد ما وقع على الأرض ومات. وجريتا نزلت أخدت مالكم من القبو وركبوا العربية ومشوا بعيد عن القصر الملعون. لكن آخر مشهد في الفيلم شخص مجهول بيصلح وش الدمية ويرجعها زي ما كانت وما نعرفش مين. وهنا بيخلص الجزء الأول من ذا بوي. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك واشتراك واستنوا الملخص اللي جاي. سلام.